يا مساء الورد ومساء الفل ومساء السعادة على كل مشاهدين وكل متابعين صفحتي، صفحة الإعلامية لين الفقي. النهاردة معانا لايف مهم دسم شوية. هنتكلم في موضوعات كتيرة تخص الأندية، تخص الرابطة، تخص الرياضة المصرية، تخص مجلس إدارة نادي الزمالك، تخص المجلس الأعلى للإعلام والمهازل اللي بتحصل حاليا، ومشاكل الإعلانات والمشاكل ما بين الأندية والمشاكل ما بين الجمهور الزملكاوي والأهلاوي. طبعا كل ده هنتكلم فيه النهاردة معانا على اللايف، بس طبعا هنتظر ان انتوا تضموا معانا على اللايف وكل متابعين الصفحة. حابة انوه عن حاجة قبل ما نبدأ كده اللايف بتاعنا، ان في لجان اهلي كتير هتلاقوهم موجودين معانا على اللايف النهارده. اي تعليقات هتشوفوها، اي كلام ملوش اي لازمه، لا تنتبهوا ليها ولا تردوا عليهم ولا اي حاجه خالص. يعني اللي يكتب يكتب ولا كانهم موجودين. مساء الفل يا معتز. وماذا يتقدم بالشكوى ضد الزمالك في الفيفا الحصول على مستحقات متاخره 120,000 دولار. ما هو ده طبعا متوقع متوقع طبعا. لقوا فيه فلوس هيخلصوها غرامات. يا دي الكارثة الكبرى، يا دي الكارثة الكبرى. طمنوني الصوت كده تمام معاكم يا جماعة؟ مطلب واحد. ازيك استاذ عبد العزيز؟ ازيك يا مرام؟ الصوت كده رجع بتهيألي. الصوت كده تمام؟ طب الصوت دلوقتي ايه؟ دلوقتي معاكم ايه الصوت؟ مساء الفل. دلوقتي مفيش صوت خالص؟ دلوقتي مفيش صوت برضو؟ طب كده الصوت ايه؟ دكتور عمار اهلا وسهلا. محمد جعفر مساء الورد. طمنوني على الصوت يا جماعة، الصوت تمام معاكم؟ هو إدارة الزمالك مهملة في تصعيد الملفات. كل ده هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة. كده تمام. كان في بس مكالمة فقطعت الصوت. كل الملفات دي احنا هنتكلم فيها النهاردة، كله هنتكلم فيه. دكتور جورج مساء الورد. مساء الفل على كل متابعين. يوسف الكاشف مساء الخير. احنا بقينا بنعيش الوهم ومفكرين ان عندنا رياضة. أستاذ سامح مساء الورد. محمد إبراهيم مساء الفل. عندنا ملفات كتيرة قوي يا جماعة عايزين نتكلم فيها النهاردة، يعني وكلهم بصراحة مهمين. أستاذ علاء مساء الفل. كل الملفات مهمة قوي، يعني بصراحة أنا مش عارفة أبدأ بأنهي ملف معاكم. محمد جعفر مساء الفل. تحبوا نبدأ بأنهي ملف؟ نحب نبدأ بالملف بتاع يعني عضو مجلس رابطة الأندية ثروت ويليام، اللي عنده دلوقتي الكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين. هنتكلم عن الرعايات الجديدة أستاذ سامح، هنتكلم عن الراعي الجديد، بس خلينا ناخد نقطة نقطة. أول نقطة هنتكلم فيها عن عضو مجلس رابطة الأندية ثروت ويليام والكيل بمكيالين. بعد ما قعدنا شهور
بن هاتي في مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك وانسحاب الأهلي، ورجعوا قالوا لا هتتخصم 6 نقاط، لا هيتخصم 3 نقاط، وفضلنا على الحال ده لحد ما في النهاية طلع علينا رابطة الأندية وقال لك لا ده هيتخصم 3 نقاط بس، وأصل فيه تغيير في اللائحة. موضوع اللائحة دي عايزة أقول لكم هيبقى فيها كلام كتير قوي معانا في اللايف بتاع النهاردة، لأن اللائحة ما تعدلتش عشان تبقوا عارفين، مفيش لائحة تعدلت. ده غير كمان موضوع إلغاء الهبوط. بصوا في قصص كتير قوي، فخلينا بس نتكلم على آخر تصريح طلع بيه ثروت ويليام، وقال لك إن في حالة انسحاب بيراميدز من مباراة سيراميكا هيتخصم منه 6 نقاط. 6 نقاط ازاي حضرتك؟ قال لك هو 3 نقاط انسحاب و3 نقاط ترتيب. ازاي؟ واشمعنى بيراميدز؟ عشان بيراميدز هينافس مع الاهلي؟ يعني ده معناه ان انتوا خلاص بالنسبه لكم الاهلي ده رقم 1 في مصر؟ طب يا اهل الخير، يا جماعه الخير، يا وزير الشباب والرياضة، لو انتوا عندكم الأهلي دولة أو الأهلي منتخب زي ما صرحتوا قبل كده، عرفوا الناس ما تشجعش باقي الفرق، واقفلوها على كده، واقفلوها على كده، ما تخلوش الناس تتعب، ما تخلوش المشاكل اللي دايرة ما بين الجمهورين. على فكرة خلاص هم وصلوا لمرحلة الاحتقان، ده غير لسه الإسماعيلي لسه هيضم كمان. يعني خلينا الأول دلوقتي احنا بنتكلم على موضوع برضو اللائحة، وموضوع رابطة الأندية، وموضوع الاتحاد، وموضوع لجنة المسابقات، ولجنة التظلمات. بصوا سمك لبن تمر هندي الموضوع. عشان كده انا بقول لكم لايف النهارده هنتكلم عن كذا حاجه، فاعذروني بس في التعليقات، خلوني اخلص من نقطه نقطه. كابتن هيثم منور نور. التصريح ده في منتهى الخطوره. ليه بقى؟ هو يشمعنى بيراميدز لو انسحب من مباراه سيراميكا يتخصم منه 6؟ طيب في نفس الوقت ادى تصريح تاني، قالك ايه؟ قرار عدم خصم ال3 نقاط التانيين بتوع الاهلي. ليه؟ لحماية استقرار مسابقة الدوري. لحماية استقرار مسابقة الدوري. تاني، لحماية استقرار مسابقة الدوري. يعني هو انسحاب الأهلي هو اللي هيعمل قلق لاستقرار الدوري. علشان كده ساعتها احنا قلنا لازم الزمالك وبيراميدز ينسحبوا من الدوري فورا ويسيبوا الدوري للأهلي. خلاص مش انتوا عايزين تدوا، انتوا كدولة عايزين تدوا الدوري للأهلي، خلاص عرفونا. وكان الزمالك وبيراميدز ينسحبوا لأن هما دول المنافسين. يبقى ازاي حماية استقرار مسابقة الدوري حضرتك تتنفذ على الأهلي بس، لكن بيراميدز ومين وسيراميكا لا يتخصم منك 6 نقاط؟ ادي اول حاجة حبينا نتكلم فيها على عضو مجلس رابطة الأندية. كان مهم قوي ان احنا نتكلم في النقطة دي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن الكيل بمكيالين. احنا عندنا هنا مكيالين ملهمش تالت، ان الاهلي منتخب او دولة، خلاص يبقى باقي الفرق المصرية تقعد بقى في البيت، مفيش اي مشكلة. على فكرة احنا ما عندناش اي مشكلة خالص، لان ساعتها كله هيعرف يتحاسب. لو حد حابب يقول تعليق بمناسبة النقطة دي، او يعني عند النقطة دي قبل ما نطلع لنقطة تانية. السنة اللي فاتت لما انسحب الزمالك كان ايه؟ مش استقرار دوري، لا اتخصم منك 6 نقاط فوري. حاجة زهقتنا في المنظومة دي. لبيب ده ما يقدرش يزعل الخطيب منه ينسحب. تمام، يعني انتوا عايزين تقولوا ان
لا لا لا، عايزه اقول لكم حاجه، هي الجاني الاهلي كده هتلاقوهم معانا كلهم على اللايف، فما فيش مشكله، سيبوهم. انا عندي كده كده السوشيال ميديا بيتعاملوا بعد كده، بيتعمل فيهم بلاغات في كل التعليقات دي، فسيبوهم براحتهم. هو دايما كده الناجح، دايما تعرفوا ان طالما اعلاميه زملكاويه او ست بتتكلم باسم الزمالك تلاقوا الجاني الاهلي عندها، تعرفوا انها ناجحه. لو بيراميدز هينسحب هيتخصم منه 6 نقاط، ده كلام آه، عضو مجلس رابطة الأندية. الكيل ب10. أستاذة شيرين يا دكتور. الغريب في الأمر إن أغلب مسؤولي الأندية يعترضون على أداء عمل الرابطة في أغلب تصريحاتهم، ويوم أمس كلهم حضروا اجتماع الرابطة وجددوا الثقة. إحنا لسه هنتكلم على موضوع اجتماع الرابطة ده. بالنسبة لاجتماع الرابطة طبعا اللي تم بالأمس، خلينا نكون واضحين فيه ونقول إن طبعا نادي الزمالك رفض إن هو ينضم للاجتماع ده، وطبعا ليه؟ بسبب رفضه لقرارات الرابطة اللي ما خصمتش ال6 نقاط كاملة من النادي الأهلي، فالطبيعي إن كان نادي الزمالك ينسحب. طيب بالنسبة لموضوع اجتماع الرابطة امبارح، لما أقروا وجددوا الثقة بالرغم من عدم وجود أندية كتيرة ما حضرتش، وبعد الاجتماع ده طلعوا إشاعة قالوا فيها إيه؟ أصل الأهلي قال إن ما ينفعش إن الإسماعيلي يهبط، وأنا العلاقة ما بيني وبين النادي الإسماعيلي علاقة طيبة. بجد والله العظيم، ده على اساس ان النادي الاهلي مش هو اللي فرق فرقه الاسماعيلي. لو انا غلط حد يقول. ونفس النقطه برضو اللي بيقولها دلوقتي معانا كابتن معتز، اصلا الدوري هيكون باطل لو حضرتك لغيت الهبوط قولا واحدا. وده تصريح النهارده صرح بيه الزمالك، قالوا في حاله الغاء الهبوط هيتم إلغاء الرابطة، وبالتالي هيتم إلغاء بطل الدوري خلاص. ما هو ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. احنا دلوقتي بنتكلم بمنتهى البساطة. حضرتك بتعمل لائحة على مزاجك، وبتغير لائحة على مزاجك، وبتغير قوانين على مزاجك. طبقت السنة اللي فاتت اللائحة على الزمالك، جيت السنة دي قلت لا انا مش هطبقها على الاهلي. هو ليه حضرتك مش هتطبقها على الاهلي؟ اصل انا غيرت اللائحه، اصل انا غيرت القوانين. تيجي تسال الانديه يقول لك غير انهي لائحه وغير انهي قوانين، وبعدين يرجع تاني يعمل لك اجتماع بعد ما كانوا محددين تاريخ، رجعوا عملوا تاريخ تاني. نفس القصص اللي بتحصل اهو. علاقه طيبه، طب ما يروحوا يلعبوا في الاسماعيليه. مش عارفه هم بيضحكوا على مين، الاهلي بيضحك على مين؟ يضحك على نفسه. سنة 2025 كلها مشاكل في مصر. ليه؟ للأسف للأسف. مصطفى يونس الكابتن الكبير للأهلي، النادي الأهلي أكبر مفسدة في مصر. يعني هو يعني محمد جعفر بيقول لكم إن تصريحات الأهلاوية نفسهم بيقولوا إن هو أكبر مفسدة. أحمد دياب عشان مودرن، إحنا كنا لسه هنتكلم في النقطة دي، يعني أنت سبقتنا فيها. تمام، إحنا كده اللايف يعني نتيجته يعني كويسة. طيب هو الأهلي لما امبارح في الاجتماع قال انه مش عايز يعمل هبوط للاسماعيلي او المحله، لا حضرتك كان المفروض تقول مودرن سبورت. هو بين الفرق بين مودرن والمحله كام نقطه؟ نقطه واحده. الفرق بين مودرن سبورت والمحله نقطه، والفرق بينه وما بين الاسماعيلي نقطتين. تمام.
لا على فكره والله يا استاذ امجد انا هتكلم عن الزمالك. مين قالك مش انا هتكلم عن الزمالك، وفي نقد قوي جدا للزمالك، بس احنا بناخد نقطه نقطه. اوعوا تفتكروا ان احنا بننتقد الاهلي بس، والزمالك كمان بننتقده. نرجع تاني لنقطه هبوط الاسماعيلي او المحله، كان الغرض منه عدم هبوط مودرن سبورت اللي بينه وبين المحله نقطه، وبينه وما بين الاسماعيلي نقطتين. طيب هنا كلمة السر في مين؟ في دياب، أحمد دياب. كلمة السر اللي كان رئيس هنا وكان رئيس هنا، وحاليا هو ليه مصالح مشتركة مع مودرن وزد. ففي النهاية المصالح بتتصالح، المصالح بتتصالح. انتي محترمة، انا كأهلاوي بنحب رؤيتك دايما رغم التعصب والإساءات اللي شغالة في مصر، محدش بيتحرك. فدولة الوقف الصراع الإلكتروني بين جمهور الزمالك والأهلي، يا ريت الاتنين مش يعملوا كده في بعض. طبعا احنا ما نتمناش ده. مين من الأندية الكبيرة اللي ما حضرتش بيراميدز والزمالك حرس الحدود؟ لا بص، لو حضرتك هتتريق يبقى أنا مش هرد عليك. أنا برد على التعليقات المحترمة فقط لا غير. المحترم هنحترمه، والغير محترم مش هنرد عليه. خلاص بقى يا جماعة سيبكم منه. هو في لجان وفي ناس ايه. سيف زاهر اهلاوي، سيف زاهر اهلاوي. نظام بصيلي وانا انا الاصيل لك بين الاهلي ومودرن دياب. بالظبط. كلمة السر قلنا عندنا دياب، مودرن وزد. مودرن وزد ده بالاضافة بقى للمصالح المشتركة مع النادي الاهلي. احنا اللي بنقول الكلام ده يا جماعة، هو التاريخ اللي بيقول ده. يعني هو ده التاريخ اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول كده. الرياضة عاوزة ثورة تصحيح. طبعا. طبعا. حاج عصام، والله جمهور الزمالك وإدارة الزمالك مجننين بجد. الأهلي بطل الدوري المصري برضو الزمالك. خلوني أشوف التعليقات بتاعتكم. تمام. هو عموما بصوا يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم بس حاجة. هو ما فيش حد يعني فوق الجميع، ربنا هو اللي فوق الجميع، مش البشر ولا الأندية هم اللي فوق الجميع، عشان تبقوا بس إيه فاهمين النقطة دي كويس. عايزين حلول لكل العك ده. طبعا اللي بيحصل ده عك، بس طبعا العك ده احنا قلنا ان هو في ايد صانعي القرار، ولازم تدخل من الدولة، لازم تدخل من الدولة. والله الرياضة عاوزة طاهر أبو زيد. الدوري المصري انتهى ولا يزال أساتذة وشكوى أصحاب القلوب. أخبار زيزو إيه؟ طيب عايزين تعرفوا أخبار زيزو إيه؟ آخر أخبار زيزو، ممكن نقول زيزو هيدخل معانا هنا في اللايف في خبرين. أول خبر لزيزو إن نادي الزمالك رفض التظلمات اللي زيزو مقدمها، علشان طبعا في عقاب هيتوقع عليه نتيجة عدم التزامه بالتدريبات لفترة طويلة وانقطاعه عنها، وطبعا كان في توقيع ليه غرامات مادية. فنادي الزمالك طبعا بالنسبة له زيزو كده لا ما استجابش، وفي طبعا غرامات، يعني من الآخر رفض تظلم زيزو وتأييد عقوبات موقعة عليه من قبل نادي الزمالك. دي بالنسبة لزيزو. أول نقطة لزيزو. طب إيه تاني نقطة لزيزو؟
كنت هتكلم عليها في موضوع الاعلان بتاع رامز جلال، بس دي نخليها كده ايه للاخر. يعني في نقطة تانية كده هنتكلم عليها زيزو، بس بالنسبة لاخر اخبار زيزو لا في نقطة مهمة قوي كنت هنساها والله هقولها لكم. بالنسبة لزيزو احنا شفنا النهاردة تصريح طالع من النادي الاهلي. من مين؟ المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ريفيرو. بيقول ايه؟ او النادي الاهلي بيقول لك ايه؟ احنا الفتره الجايه نتمنى ان يتم التعاقد مع زيزو وان انتهاء المده بتاعته في النادي الاخر، وان المدير الفني الجديد شايف ان هو يعني عايزه في النادي الاهلي. يعني والله بصوا حاجه تضحك والله. بصوا قالوها ازاي؟ مصدر بالنادي الاهلي: نفكر جديا في التعاقد مع احمد السيد زيزو لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده بنهايه الموسم الحالي. نهايه الموسم الحالي هينتهي عقده يوم 30/6، مش بنهايه الموسم الحالي تاني. في صفقة انتقال حر، خصوصا ان ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اشاد بامكانيات اللاعب ورحب بانضمامه للفريق قبل منافسات كاس العالم للاندية، واشار ان اللاعب هيكون له دور كبير في المنافسة. حسسونا ان هم طول الفترة دي هم ما عملوش اي حاجة خالص خالص، ولسه دلوقتي بيفكروا في زيزو، كأن كل اللي عدى في حياتنا اليومين اللي فاتوا كانوا حلم. حلم بجد يعني. لا انا ما بيهمنيش اي تعليق سلبي، بس انا مش عارفه اقرا الاسم، يعني الاسم مش واضح بالنسبه لي، ما بيفرقش معانا. سيدات النادي الملكي فايتر، شيرين الفي اعلاميه فايتر، بنت التلفزيون المصري فايتر. ما بيفرقش معانا التعليقات دي لان احنا اكبر بكتير وارقى ان احنا نرد على تعليقاتهم دي. خدي بالك يا مرام، بس لا يعملوا لك حظر تاني يا حبيبتي، خدي بالك من التعليقات. طيب يعني حضرتك بنسبة كام المهم، ولا لسه هنسأل على زيزو هنستفاد ايه؟ ارجو نقفل الملف ده لانه ما فيش منه اي فايدة. خلينا نشوف مشاكل النادي في الكورة وفي العاب الصالات. لا بص، انا برد طبعا على التعليقات، يعني هما بيقولوا لي اخبار زيزو ايه، فلازم احترم طبعا الناس وارد عليهم. هو المدرب الجديد شافه فين اصلا؟ هو تقريبا شافه كده شافه في الحلم. احمد سليمان اهلا وسهلا بيك. انا مش صحفيه، انا اعلاميه مخرجه ومذيعه. بشكرك انضمامك لاول مره معانا على اللايف. كابتن حسام منور، تسلم تسلم. طيب تعالوا بقى، عايزين في حاجه تانية هنقولها. كابتن ميمي عبد الرازق طبعا كلكم عارفينه، كان ليه تصريح كده اخير عشان نقفل بقى كلام عن الاهلي. قال لك هو الاهلي انسحب ليه؟ انسحب بسبب قهري زي ما قالوا، يعني زي ما اعلنوا. قال لك اصل الاهلي انسحب لسبب قهري. ايه هو السبب القهري ده كابتن ميمي عبد الرازق؟ قال لك اصل عباس العقاد كان واقف ليهم في الطريق. هو بيتريق ان هم راحوا فرع الاهلي مدينه نصر، فبيقول لهم اصل عباس العقاد كان واقف ليهم في الطريق. طبعا يعني كلام فاضي، والرابطه والاتحاد واللي بيحصل في المنظومه الرياضيه داخل مصر طبعا ده ملوش اي لازمه. ايه اخبار رفع ملف انسحاب الاهلي للفيفا؟ طبعا المفروض دلوقتي يعني ان المفروض الزمالك اشتكى وبيراميدز اشتكى. ده المفروض جوميز تقدم بشكوى ضد الزمالك. هو احمد مجدي، انا لسه شايفه خبر جوميز ده تقريبا ده خبر عاجل يعني. طبيعي طبيعي يا جماعه. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان بيبقى في ناس كمان قاعدين مترصدين بيبعتوا ليهم بره. يعني هو طبعا دلوقتي هو متابع ولقى ان الزمالك بيسدد، طبعا سدد بوطيب وسدد باتشيكو. فايه ده؟ طب اشمعنى انا كمان ما اخدش فلوسي؟
يعني الواحد بصراحة ما بقاش عارف يلاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين. يعني مش يعني، طب يعني ناقص شوية شوية بقى. لا بيسيروا كمان، هو المفروض ان بيسيروا ماشي بالتراضي، هنلاقيه هو كمان مقدم فينا شكوى. لازم احمد دياب يمشي فورا، هو لازم يمشي فورا. اما دلوقتي احمد دياب كلمة السر في نادي زد ومودرن، هو الاثنين بيستفيد من الناديين دول. علشان كده عمل اتفاق وعمل ديل مع النادي الاهلي ان هو ما يخصمش منه ال3 نقاط علشان ياخد الدوري، مقابل انه يلغي هبوط الاسماعيلي والمحله اسما امام الناس، عشان يقول لك يا حرام دول انديه جماهيريه، انا مش هقدر ازعل الاسماعيلي. وبعد كده بداوا يحطوا لنا صور الاهلي والاسماعيلي ايد واحده. يا خبر، مش لما تروحوا تلعبوا الاول هناك؟ انتوا بتضحكوا على مين يا جماعه، ولا بتتحايلوا على مين؟ فخلينا بقى ندخل على نقطه جديده، غرامه فايق واحمد عبد الباسط، الاعلام الاهلاوي. لا جوميز مشوه. لا مشوه، هم اللي مشوه. مجلس الاداره كابتن حسين لبيب هو اللي مشاه، لما قالوا ان في مشاكل ما بينه وما بين الفريق، واللاعيبه بداوا يشتكوا منه، وبداوا يقولوا اصل عنده زهايمر، وبداوا يقولوا يعني اشتكوا منه، والله اعلم. الاهلي ليه كوتا في التصويت داخل الرابطه، طبعا، طبعا الكلام ده مظبوط. ليه كوتا، ليه كوسه. بيراميدز يوم الجمعه يرفع ملف للفيفا، الاهلي يرفع ملف الفيفا، الزمالك يرفع ملف الفيفا. طب ايه ده، هيكون في رياضه مصريه؟ ترى الرياضه المصريه في محكمه رياضيه مش سهله. والله انا شايفه ان هم يلغوا الدوري من الاخر، لان الدوري ده دوري كله زور. احمد دياب ما يقدرش يقول كلمه من دماغه، كله باوامر عليا وكل الناس عارفه هو مجرد اداه. استاذ عصام اهلا وسهلا بيك. استاذ جمال، احنا جماهير الزمالك تعبنا والله من المنظومه الفاشله دي، كلنا تعبنا. استاذ علاء، طب يروح يلعب في المحله والاسماعيلي، يروح يلعب في المحله والاسماعيلي، يورينا يلعب هناك ازاي. دور الاعلام الغير محايد اللي ضد الزمالك على طول خط. احنا هنتكلم دلوقتي على الاعلام طبعا الاهلاوي، وابراهيم فايق وعبد الباسط. سوري، بصوا انا دماغي ساحت جروس على جوميز. بصوا الاحداث كلها بدات تدخل عندنا يا جماعه. انتوا متخيلين احنا حوالي خمسه ولا سته يا معتز، 5 مدربين جم ومشوا من الزمالك، تقريبا 5 او 6 يعني، ما بين مصريين واجانب. احنا فعلا الموضوع بقى عندنا خلاص كله بيدخل في بعض. خلونا نتكلم على موضوع ابراهيم فايق وموضوع عبد الباسط والاعلام الاهلاوي. وطبعا اخر مشكله كانت القضيه المعروفه اعلاميا باسم تسريب الفار. ازاي يحصل تسريب من داخل الفار، وازاي يتم عرضه على قناه ولا يحاسب؟ طبعا حصل قلق وحصل هرج وحصل مرج، وفي النهايه غرموه 1,000,000 جنيه. لكن طبعا المحامي اشرف عبد العزيز ما سكتش وبدا يستأنف
وقال لك لا هو ما غلطش وابراهيم فايق ما ارتكبش الجرم، وابراهيم فايق يعني كان بيقدم مستندات هتفيد قضيه تمس الدوري المصري، وان ابراهيم فايق ده دوره كاعلام رياضي، كلام طبعا لا يليق. وفي النهايه النهارده صدر الحكم بتغريم ابراهيم فايق وعبد الباسط كل واحد فيهم 100,000 جنيه. وانا شايفه ان ال 100,000 جنيه دول قليلين قوي يا جماعه. هو يعني يطلع في الاعلام تاني بعد حكم اليوم؟ يطلع، هيطلع واحد بياخد ملايين. واحمد مجدي مسك ماتش 5. مسك ماتش ايه؟ يمسك ماتش 5 دي. انت بتعد الاسامي. ماشي. جوميز، جراس، بيسيرو، رمادي، واحمد مجدي. يبقى كده 5. طبعا الرمادي لسه يا جماعه يعني هو موجود بشكل مؤقت، يعني الرمادي احنا مش هنقول ان هو بشكل دائم. بيسيرو ده طبعا كان اختيار احمد حسام ميدو، اختيار كان غير موفق تماما. جروس مشي، المشاكل اللي هي كانت اخيره ما بينه وما بين اللعيبه. جوميز المفروض ان هو كان ماشي باختياره، بس برضو احنا ما نعرفش اللي كان ورا الكواليس، بس هو تقريبا ما كانش اخذ كل مستحقاته الماديه. فين وزير الشباب والرياضه بالفساد اللي احنا فيه؟ انا نفسي والله، انا بوجه له رسائل كتيره. مرتضى منصور طالع لايف يهاجم لبيب، ممدوح عباس، ميدو، شيكابالا، جمهور الزمالك مع عوده. لا انا مش مع عودته. عادي تركي الشيخ هو اللي هيدفع، هو اللي هيدفع، صح بالظبط، هو اللي هيدفع، مفيش حد تاني غيره هيدفع. موضوع السله احنا هنتكلم فيه، بس انا سايبه ملف العاب الصالات في نهايه اللايف. الهزيمه اصبحت شيء عادي. لا هنتكلم على موضوع السله ده في النهايه يعني. مستشار مرتضى منصور عامل مؤتمر صحفي الان خارج تاني. والله بصوا يا جماعه، موضوع المؤتمرات اللي بتتعمل دي يعني انا مش معاها، لان هي بيكون فيها اساءه جامده قوي 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 قوي، وانا ضد الاساءه او ضد الغلط. مساء الفل يا هيام، عامله ايه؟ انا شايف لو الزمالك هيجيب مدرب مصري يبقى مؤمن سليمان او عبد الحميد بسيوني، ولو مدرب اجنبي يبقى كارتيرون. والله هو حسب الوضع الفترة الجاية يا جماعة، لأن احنا دلوقتي كنا لسه بنتكلم كنا لسه بنشم نفسنا وفي مرحلة فك القيد، اللي هي أساسا أنت يا دوبك لسه بتحل مشكلة 2 وأنت سلمت. طلعوا قالوا لك دي فلوس بيراميدز. بيراميدز هو اللي اداكوا الفلوس، يلا طلعوا اللي تحت الأرض. بيراميدز ايه يا جماعة؟ الفلوس اللي اتفك بيها القيد دي فلوس نادي 6 اكتوبر، اللي هي تعتبر من حق الجمعيه العموميه، وبالرغم من كده هي اتاخدت للفريق. للاسف عندنا اداره بتكذب، بيقولوا مشوا بالتراضي ويطلع بعد كده ليهم فلوس ويشتكوا. الانفاق مفيش مقارنه بجانب. يا دكتوره الزمالك محتاج غربله من الموظفين اللي فيه، اقصد اللعيبه. انت استاذه محترمه، تسلم يا استاذ ياسر، تسلم الف شكر. استاذ سراج الكيل طفح مرتضى المؤتمرات عشان مش لاقي حاجه يعملها. انا ضد عموما الغلط او الاساءه لاي حد، يعني انا ضد الاساءه او الغلط لاي زملكاوي او اهلاوي، انا ضد ده عموما. الباقي دول عقبال ما ياخدوا حكم يكون القيد خلص وجبنا الصفقات. ما علشان كده معتز هتلاقيهم دلوقتي بيجروا ان هم يعملوا شكاوي، وهم بيشوفوا ايه ده، انت هتجري تدفع علشان تفك القيد، طب ما نجري نشتكي بقى احنا كمان بسرعه. افضل مدرب اجنبي جوميز طبعا. لا طالما مشي مش هيرجع تاني، وبعدين انتوا يعني بتقولوا الراجل بيشتكيهم اهو. لازم راعي قوي.
راعي الايه ولا الايه ولا الايه؟ راعي للنادي ولا راعي للتيشيرت ولا راعي للقناه؟ حل يرضي الطرفين بس الدولة تدخل بقوة القانون. طيب خلونا نقول ان احنا سمعنا النهاردة ان شركة نايك، وطبعا كلنا عارفينها، ان هي هتدخل رعاية الفترة الجاية لنادي الزمالك، وطبعا هينهوا التعاقد مع شركة ذات. وشركة ذات كلنا طبعا شفناها كانت سيئة جدا 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 جدا، والتيشيرت وملابس الفرق الرياضية كانت سيئة داخل نادي الزمالك وما كانتش عجبانا تماما. فهم هينهوا التعاقد معاها بشكل ودي او بالتراضي، وهيتم الاتفاق او توقيع بنود واتفاق جديد مع شركة نايك. وطبعا شركة نايك دي شركة عالمية وكلنا طبعا عارفينها. وقالوا ان هم كمان هيبقى الفريق القدم وكل الفرق الرياضية داخل نادي الزمالك. طبعا نتمنى، لان طبعا الشركة دي لو دخلت كراعي هتعمل طفرة جامدة قوي داخل النادي. شركة اورنج، ما انتوا بتتكلموا ان شركة اورنج يعني تدخل بديل، عشان احنا ضربنا في شركة وي طبعا وخليناها تخسر، فان احنا نستغل ده ونخلي شركة اورنج تبقى راعي النادي الزمالك. والله ده طبعا ده المفروض شغل التسويق داخل نادي الزمالك مع عضو مجلس الإدارة أستاذ هاني شكري المسؤول عن ملف الصفقات. المفروض ده دوره والمفروض هو يعمل كده. دول الأهلاوية فلوس يا للأسف للأسف. استاذ هم هيصرفهم مستحقاتهم قبل الكاس ولا هيعملوا ايه؟ والله يعني خلينا نبقى واضحين ان الفلوس اللي بتيجي دلوقتي او اللي جت من فرع اكتوبر هي بدأت تتصرف في فك القيد. وطبعا انت لازم تخلي جزء كمان ان انت تدفع مستحقات للاعبين، ده بالاضافه ان انت عايز تجيب صفقات. طبعا احنا مش عارفين هيجيبوا منين ولا منين ولا منين. يعني احنا ومش هنفضل اكيد معتمدين على ممدوح عباس وان هو اللي بيصرف وان هو اللي بيدفع. كارتيرون افضل مدرب اجنبي في الفتره اللي فاتت، ليه شخصيه قويه ويقدر يطلع لعيبه من قطاع الناشئين. طبعا دي نقطه مهمه قوي، طبعا انا بشكرك عليها. احنا ليه عاملين موضوع قطاع الناشئين؟ يعني انا بشكرك على التعليق ده. استاذ احمد موسى، فعلا كلامك صح، وانا فعلا يعني انا بعتذر ان انا ازاي ما بتكلمش في نقطه قطاع الناشئين. احنا ليه ما بنطلعش منهم بقى؟ طالما احنا يعني احنا لازم نعالج مشاكلنا بنفسنا، نبص لقطاع الناشئين بدل ما احنا اللعيبه بدات تهرب وتطلع من عندنا. السله، احنا لسه هنتكلم على موضوع السله والله يا احمد. لسه موضوع السله ده، اصل بص موضوع السله ده بالنسبه لي باكج مع الكلام على مجلس اداره نادي الزمالك. يعني احنا هنقفل اللايف بتاعنا في اللي حصل في موضوع السله وفي العاب الصالات، بس ده عشان انا اتكلم فيه يبقى انا لازم اتكلم على مجلس اداره نادي الزمالك. سامح فكرة ناديك بتناديك ترجع تاني. كذا حد طلب المبادرة دي بصراحة، كذا حد اتكلم فيها قبل كده وطلبها، وكتير قوي يعني اعلنوا دعمهم لنادي الزمالك بالذات الزملكاوية اللي خارج مصر. مساء الفل يا استاذ بهاء. كلمينا دكتور عن احمد دياب والخطيب وصفقة التبادل. على فكرة احنا اتكلمنا فيها في اول اللايف، اتكلمنا فيها اول اللايف. انا اتكلمت فيها واتكلمت على موضوع الاهلي ودياب وزد ومودرن، واتكلمنا ان هم لما جم يقولوا احنا الاهلاويه يا عيني ضد الهبوط للنادي الاسماعيلي والمحله. هم ليه قالوا الاسماعيلي والمحله؟ علشان دي انديه جماهيريه،
يداروا وراها، يداروا وراها السر اللي هو ايه؟ اللي هو مودرن سبورت. واتكلمت في النقطه دي وقلت هو دلوقتي ما بين مودرن والمحله كام نقطه؟ نقطه. وما بين مودرن والاسماعيلي كام نقطه؟ نقطتين. اتكلمنا في ده في اول اللايف وكشفناه، يعني ما سكتناش عليه. عشان كده قلنا ان هم هنا يا حرام مش علشان الاهلي ومش عشان الاسماعيلي، ان الاهلي مش خايف على هبوط الاسماعيلي، لا. وقلنا كلمه السر دلوقتي عند دياب هم ناديين، مودرن وزد، علشان دول اكتر سبوبه زي ما بيقولوا. عاوزين نتكلم عن ثروت ويليام شويه. اتكلمنا عن ثروت ويليام في اول اللايف وقلنا ان كان ليه تصريحين والاثنين ما يقولوش خطوره عن بعض. هرجع تاني اتكلم معاكم فيها النقطتين دول. ايه؟ لما قال في حاله انسحاب بيراميدز من مباراه سيراميكا هيتخصم 6 نقط. السته بقت سهله دلوقتي، السته بقت بتطلع بسهوله. كانت صعبه على الاهلي لكن سهله على بيراميدز. ليه؟ ما هو عشان الاهلي ياخد الدوري يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ فده كان تصريح ثروت ويلي، تصريحين في منتهى الخطوره، يحاسب عليهم ويعاقب عليهم لما يطلع ويقول. عشان كده اللايف ده يا جماعه لازم ينتشر، لازم ينتشر. الاعلام الاهلاوي ما بيتكلمش فيه، والاعلام الزملكاوي ما بيطلعش يتكلم فيه. وانا للاسف يعني انا فعلا انا المفروض ابدا السيزون الثاني من برنامجي. انا لو كنت على الهوا دلوقتي كنت طلعت واتكلمت فيها زي ما كل البرامج بيتكلموا على اللي عايزين يتكلموا عليه. احنا لينا الحق. ثروت ويليام عضو مجلس رابطه الانديه طلع بتصريحين في منتهى الخطوره يحاسب عليهم. انت لما الاهلي اتسحب لففتونا يما الحلزونه يما الحلزونه، ورابطه وقوانين ولوائح ولجنه مسابقات ولجنه شكاوي. لكن دلوقتي في اصدار القرارات، فاهمين اشارتي دي بمنتهى السهوله؟ بيراميدز لو انسحب من امام سيراميكا خسر منه 6 نقط. طب انتوا بتقولوا له كده ليه؟ هو انتوا عايزينه ينسحب يعني؟ ولا انتوا بتخوفوه ولا ايه بالظبط؟ تاني نقطه، قال لك ان الاهلي اتخصم ليه منه 3 نقط بس. قرار عدم خصم نقاط الاهلي الثلاثه اللي هم في نهايه الدوري. ليه؟ لحمايه استقرار مسابقه الدوري. يعني هو الاهلي اللي عامل لهم الاستقرار، وكل الفرق دي انتوا مش شايفينها. دليل ادانه للفيفا. دليل ادانه طبعا. هو دليل ادانه لمصر كمان يا جماعه، دليل ادانه لمصر كلها. المشكله ان احنا في عز اللي احنا عمالين بنقوله ده وبنتكلم فيه لا حياه لمن تنادي. احنا كنا نتمنى ان القرار الصح بعد عدم خصم نقاط الاهلي وبعد تاخير القرار، وبالذات ان بعد ما طلع رئيس لجنه المسابقات وقال احنا كنا مقررين خصم ال6 نقاط، لا ده الرابطه هي اللي قالت انه يتخصم 3 بس. هو احنا فين يا جماعه؟ هو احنا في غابه ولا احنا فين بالظبط؟ طيب احنا قلنا بعد القرار ده كان لازم الزمالك وبيراميدز ينسحبوا من الدوري وما يكملوش المباريات. ما انسحبوش ليه؟ يحاسبوا. او انا عن نفسي اتكلم عن ناديه يحاسب، ناديه يحاسب ان هو ما انسحبش. اخبار شكوى الزمالك للفيفا بخصوص، والله هم قالوا ان هم اشتكوا، هم قالوا ان هم اشتكوا، لكن طبعا الكلام اللي بيتقال ده كلام احنا بقينا نو تراست نو تراست نو تراست. يعني احنا تقريبا كده اتكلمنا عن معظم الموضوعات اللي كانت موجوده معانا على الساحه الرياضيه. هنقفل بقى اللايف بتاعنا بموضوعين. انا لسه كل ده ما وصلتش لملف السله وملف مجلس اداره نادي الزمالك. انا لسه عشان عندي كده حاجات عايزه اقولها. عم سيد جوده تسلم، مساء الفل، منورني. وعايزه اتكلم طبعا في موضوع
اعلان اللي حصل طبعا، والاساءه اللي حصلت من شركه وي، وانا عملت فيها طبعا كذا فيديو، وكلكم اكيد شفتوا الفيديوهات. طبعا التعليق بتاع الكابتن حلمي طولان وقال ان احمد دياب لازم يمشي، طبعا ده كان تصريح ناري ناري، وطبعا كل الناس يعني حبوا ان هو قال كلمه حق. انا عايزه حتى احاول يعني اجيب لكم التصريح بتاع كابتن حلمي طولان، لان في كده حاجات انا بحب اخدها يعني بحذافيرها. وانتوا شفتوه كلكم يعني، يمكن انا شيرته عندي برضو على البيج التصريح اللي هو قاله، وناس كتيره طبعا عجبهم ان هو قال كلمه حق، وقال ان يعني هو مين اللي بيدير الكوره ومين اللي بيدير الرياضه. السله اوعي ده انا مستني طبعا. خلونا ندخل بقى على ملف السله. كابتن حلمي طولان، نعرف اخبار عبد الله السعيد ايه. طيب خلينا نرد عليك يا مرام. بالنسبه طبعا لعبد الله السعيد، خلونا كده دايما انا بحب اشغل عقلي شويه. تعالوا كده نفتكر من بعد ما مشي زيزو وبدا عبد الله السعيد ينتبه ويتكلم في موضوع الفلوس والتجديد. عبد الله السعيد ما كانش بيتكلم قبل كده في موضوع الفلوس ولا في التجديد، ولا كانش الكلام ده خالص موجود. بعد ما مشي زيزو وبدأ يحصل قلق. عبد الله السعيد اكتر من مره قال انا مش هجدد الا لما اشوف الصفقات الجديده اللي هتيجي النادي الزمالك. طيب اخر حاجه احنا سمعناها النهارده ان هم خلاص هم كده راجعين من المعسكر بتاع الاسماعيليه، وقالوا ان كان تقريبا هم كانوا عارضين عليه 20 مليون وهيستقروا على 30 مليون. تصريح ضرب نار شاط فيهم جامد قوي. فعلا يعني كويس ان احنا بنلاقي ناس يقولوا كلمة حق. ده بالنسبة لعبد الله يا مرام. استاذ احمد موسى، تحياتي لحضرتك، حضرتك اعلاميه محترمه وكلامك بجد فعلا مهندس، ربنا يخليك. يعني لو انت شايف فعلا ان الكلام يعني مهم، يا ريت تعملوا شير. قناه الزمالك محتاجه تغيير. لسه هنتكلم على قناه الزمالك، ولسه هنتكلم عن الملفات اللي لازم كلنا ننتبه ليها. انا هتكلم على كذا ملف لازم يعني يا يلحقوهم يا ما يلحقوهمش. كل الملفات دي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. سيبوني للاخر على الاداره. ليه سيبوني للاخر؟ لان موضوع الاداره يا جماعه لازم هيبقى ملف متكامل. هي شركه الاتصالات فعلا نزلت اعتذار، هو بيان يا هيام مش اعتذار، لان احنا قلبنا الدنيا وعملنا مقاطعه وخسروا ملايين. ومن الناحيه الثانيه الاهلاويه راحوا يشتروا خطوط من وي كدعم ليهم. يعني انتوا بتشجعوهم على الاساءه ده. بالاضافه كمان بقى ان النهارده ظهر اعلان تاني بتاع جبنه دومتي بتاعه عضو مجلس اداره نادي الاهلي الضماطي، وشفنا رامز اللي هو زي شوبير رمز الفتنه في مصر. انا مسميه شوبير رمز الفتنه في الاعلام في مصر. ورامز برضو على نفس النهج بتاعه. رامز طالع في اعلان اللي هو بتاع الجبنه، اللي احنا كنا سامعين ان الاعلان ده هيطلع فيه زيزو، وكان المفروض هيظهر فيه مع رامز. بس طبعا محامي النادي الاهلي قال لهم اوعوا يطلع دلوقتي في اعلانات، لان لو طلع دلوقتي في اعلانات ده هيفيدنا في الشكوى اللي احنا مقدمينها ضده. ففوجئنا بتسريب صوره من الاعلان ده. رامز طالع من قطر او طياره ابيض، وفي خطين حمر، ومكتوب عليه فري، وفي جزء كده يعني المفروض ان كان هيظهر فيه زيزو.
فطبعا غالبا الضماطي كان عامل ده اول ما حس ان موضوع وعمل دعايه بقى فعمل القصه دي عشان شركه دومتي تاخد شهره. عشان كده احنا ما شيرناهوش كتير قوي. يعني لو تلاحظوا انا نزلت الصوره بس وقلت مقاطعه لجبنه دومتي، لكن ما عملتلوش فيديو. ليه؟ احنا كناش عايزين نوصله للمرحله دي. هو افتكر بقى ان الزملكاويه هيقوموا هيعملوا فيديوهات بس على مين؟ ده احنا فاهمين مش حافظين. للاسف واضح كده ان معظم الاهلاويه خرجوا معايا من على اللايف. يعني اتظبطوا. كان نفسي يسمعوا بس الجمله دي. احنا فاهمين مش حافظين. ده الجمهور الزملكاوي. فالضماطي ما عرفش يستغلنا، ما عرفش انه يخلينا نعمل دعايه للجبنه بتاعته زي ما شركه وي. بس شركه وي خسرت في البورصه جامد جدا جدا جدا. وهم يستاهلوا عشان يبطلوا اساءه للزملكاويه. اتصالات يعني اتصالات وي بتلخبط. المهم ان احنا طبعا ما مشيناش في نفس اللاين. يعني احنا طلعنا اذكى منه. ان هو كان عايز يعمل دعايه عشان كده طلع. وعلى فكره تسريب الصوره دي واضح انها طلعت من عنده، لان هم لا يجرؤوا في عز المشكله اللي حاصله ان هم يسربوا الصوره. فواضح كده ان الضماطي هو اللي حب يلعبها وهو اللي حب يسرب الصوره. وعلى فكره دي مش اول مره تحصل من الاهلي زي ما سربوا موضوع زيزو. استاذ محمد غالي تحياتي من نيويورك. استاذه شيرين احلى مسا عليك. احلى مسا على الزملكاويه في كل انحاء الوطن العربي وعلى كل انحاء العالم. 60 ده كل واحد اهلاوي. تسلم يا عم سيد. لا اصل بص يا عم سيد، لجان الاهلي على طول موجوده على البيج بتاعتي، ويعني عينك ما تشوف الا النور. بس طبعا انت عارف احنا ما بيهمناش. احنا عندنا هدف ورساله، دي اهم حاجه. الاهلي بيخطف اللاعبين من الانديه الاخرى. اولهم كان الاسماعيلي ودلوقتي بيلف على الزمالك. لا ده دلوقتي يا استاذ زكريا ان الاهلي مش بيلف على الزمالك، ده الاهلي بيقول لك ان هو يا عيني خايف على الاسماعيلي من الهبوط، ويا عيني ان هو النادي الوحيد اللي وقف، ويا عيني اصل الزمالك ما حضروش اجتماع الرابطه. يا لهوي، انتوا انتوا جبابره. انتوا مالكوش حل بجد. يعني مالكوش حل. بس للاسف ما هو لو في قناه الزمالك شغاله وبنطلع على القناه نتكلم كنا عرفنا نرد عليكم، وعينينا الاتنين واسعه ونرد عليكم ونقول لكم كلمه حق. ده انتوا اللي فرغتوا الاسماعيلي من اللعيبه، ده انتوا اللي بوظتوا الفريق. احنا كزملكاويه نتمنى ان المنافسه ما تبقاش ما بين فرقتين بس، 3 و4 و5 و6، عشان نتفرج على كوره ونستمتع بيها. عشان احنا ناس اسوياء مش زيكم. اتكلم على الاهلاويه، احنا غيركم خالص. احنا اسوياء، احنا طبيعيين. الملك لله. احنا ناس بنحب الرياضه. الزمالك ده مدرسه الفن والهندسه، صانع النجوم. احفظوها بقى. مش بنمشي بشعار الاهلي فوق الجميع. امشوا بمبادئ صالح سليم. ماشي، ما كان في احترام للرياضه. حتى مبادئ صالح سليم انتوا دوستوا عليها. ريحتهم فاحت. من ضمنهم لعيبه الاهلي اللي كانوا بيلعبوا في كاس العالم سنه 90 بيجوا هولندا. يعني عموما
خلينا يعني مش بناخد كل التعليقات طبعا، يعني افعالهم ليهم. يعني مجلس اداره نادي الزمالك لازم نرحم. استاذ محمد جمال، مساء الفل على كل ما هو زملكاوي، كل ما هو زملكاوي جميل. اللي حصل في الدوري السنه دي بالذات اساءه للكره في مصر. حضرتك اكيد متابعه اللي بيتقال في الدول العربيه عن منظومه الكره طبعا. احنا للأسف الدوري المصري بقى بيصنف أضعف دوري في الدول العربية كلها. احنا حتى السعودية عدتنا، الدوري السعودي عدينا، بقى عندهم فرقة واثنين وثلاثة واربعة بينافسوا على الدوري، واحنا لا. وبعدين حتى بقى عندهم مثلا اللي خدت دوري السنة دي غير اللي خدت دوري السنة اللي فاتت، ده معناه ان في فرق شغالة. لازم نساعد النادي. طبعا طبعا. مساء الفل يا محمد، مساء الفل. هيام بتسالني بتقولي اتكلمتوا عن ايه في اول لايف. بصي يا هيام، احنا يعني اتكلمنا في حاجات كتيره قوي، وفي معظم القضايا اللي كانت مطروحه على الساحه طبعا، وكان ابرزها طبعا تصريح عضو الرابطه، واللي حصل في الاجتماع، وموضوع الغاء الهبوط، وان الغاء الهبوط ده كده بيتعارض مع اللائحة. يعني اتكلمنا في معظم التصريحات اللي موجودة، وجينا قلنا في النهاية خالص هننهي اللايف بتاعنا بان احنا هنتكلم في المهزلة اللي حصلت في السلة. ومجلس إدارة نادي الزمالك أنا هوجه ليهم رسالة. احنا الدوري الأخير حصل ان احنا الدوري الأخير فعلا. لو حابين تسألوا في أي حاجة قبل ما نقفل اللايف، لأن زي ما قلت لكم السلة واللي حصل طبعا النهارده، بالرغم ان احنا كنا كسبانين لهم في المباراة بتاعت امبارح. يعني احنا كسبناهم امبارح، معنى ان احنا كسبناهم امبارح يعني كان في امل النهارده. موضوع القناة برضو انا هكلمكم فيها، يعني خلونا برضو موضوع القناة دي خليها برضو مع الملف بتاع المجلس. السلة واللي حصل فيها ده إهانة لا تغتفر بصراحة. يعني ما ينفعش ان احنا نعديها. احنا كسبناهم امبارح، ايه اللي حصل النهارده يا جماعة؟ يعني هو في ايه؟ هو احنا ما بنفرحش؟ يعني احنا مش مكتوب علينا ان احنا نفرح؟ مش مكتوب علينا ان احنا كنا يعني دوري السلة ده ناخده نبقى طلعنا بدوري؟ للأسف بخسارة السلة النهاردة ده. ويعني آخر حاجة في الموسم ده كان ممكن إن احنا ناخدها وخسرناها. فلازم بقى خلاص كده نوصل للرد على مجلس إدارة نادي الزمالك، أو رسالتي لمجلس إدارة نادي الزمالك، عشان بس ما بنجيش في النهاية الناس اللي بتتابع عندي بيقعدوا يقولوا انت بتتكلمي على الاهلي وخليكي في ناديكي. على فكرة يا جماعة، مين قال لكم ان احنا ما بنهاجمش مجلس إدارة نادي الزمالك على الأخطاء اللي بتحصل فيه؟ احنا بنهاجم وما بنسكتش. وعلى فكرة ده حقي كإعلامية، وحقي كعضو جمعية عمومية، وحق الجمهور. بص يا احمد، يعني انا مش هتكلم يعني عليها كشخصها، لا، انا هتكلم على المجلس ومهام المجلس. اولا، في كذا ملف مجلس اداره نادي الزمالك، في كذا ملف لازم يهتموا بيه، او في كذا قرار لازم ياخدوه. يعني خلونا كده، انا عن نفسي يعني هحدد لكم كده القرارات اللي المفروض ياخدوها.
علشان ننقذ ما يمكن انقاذه. يمكن انا قبل كده عملت بوست وحطيته على صفحتي وقلت مطلوب مجلس الإدارة، تمام، زائد الجمهور زائد الإعلام. لو الثلاثة دول اتحدوا هننجح. وخدوا بالكم ان مجلس الإدارة ده اعني بيه ايضا الجمعية العمومية، يعني مجلس الإدارة بلس الجمهور بلس الإعلام، عشان انا معايا على اللايف جمهور ومعايا جمعية عمومية ومعايا سوشيال ميديا زملكاوية. احنا ما عندناش اعلام زملكاوي للاسف. وانا عن نفسي يعني اسمحوا لي ان انا بمثل الجمهور وبمثل الجمعية العمومية وبتكلم باسمهم وبدافع عنهم وبدافع عن الكيان الزملكاوي، لان احنا كلنا تحت مظلة الكيان الزملكاوي. جمعية عمومية، جمهور، مجلس إدارة، الثلاثة دول تحت مظلة الكيان الزملكاوي. لكن أنا عن نفسي بتكلم باسم الجمعية العمومية والجمهور وبنتقد المجلس، لأن المجلس فيه أفعال كتير خاطئة احنا عايزينه يصححها، عشان احنا كلنا في مركب واحدة. الزمالك محتاج جماهيره، وانا قلت كده، عشان كده قلت كده يا استاذ سامح. مجلس الاداره بلس الجماهير بلس الاعلام، ثلاثه دول يتكاتفوا فانت تنجح. طيب ايه اللي مطلوب حاليا بقى من مجلس اداره نادي الزمالك؟ بصوا انا حتى انا هكتبها معاكم كده بورقه بقلم، عشان انا عن نفسي عايزه اكتبها لهم بعد كده ونزلها لهم في بيان. ايه رقم واحد؟ ايه اهم حاجه في الاولويات بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك؟ اول حاجه ايه؟ توفير موارد ماليه، فلوس، ماني، توفير موارد ماليه على وجه السرعه. لازم توفروا فلوس باي حال من الاحوال. حضراتكم ده كان وعدكم للجمعيه العموميه. انتوا لما جيتوا تترشحوا قلتوا احنا عارفين المشاكل وعارفين العقبات اللي بتقابل نادي الزمالك واهمها الفلوس، واحنا عندنا رجال اعمال كتير قوي، مجرد ما ننجح تاني يوم كل رجال الاعمال دول هيجوا وهيضخوا فلوس واموال. تمام. لا، نقطه الاهلاويه دي انا لسه هتكلم فيها هيام. احنا دلوقتي بنتكلم على الحلول. ايه الحلول عشان نحل الازمه اللي احنا فيها دي؟ فاحنا قلنا اول حاجه توفير موارد ماليه على وجه السرعه. انا عندي ازمه ماليه داخل النادي. نادي 6 اكتوبر مش كفايه، شركه نايك اللي هتدخل دلوقتي مش كفايه. طيب انا همسك نقطه نقطه وهنتكلم على اللي ماسك الملف. خدوا بالكم، عشان كده انا لسه ما جيتش نقطه السله. نقطه الفلوس انا اجيبها منين؟ انا اجيبها من التسويق. هجيبها من التسويق ازاي؟ هتقولي انا نادي 6 اكتوبر هيدخل لي فلوس. اوكي، نادي 6 اكتوبر دخل لك حاليا 435 مليون جنيه، طلعت منها حوالي 300 ويه عشان تفك ازمه القيد. طيب الشهر الجاي في 100 مليون جايين هتفك بيهم قيد. القرارات فيه السريه تامه؟ لا يا استاذ سامح، اصل اللي احنا بنقوله مش سر، وفي نفس الوقت احنا نفسنا حتى يعملوا ربعه. لو عملوا حتى ربعه مش صعبه. يبقى دي فلوس اللي هي جايه من نادي 6 اكتوبر مش كفايه. شركه نايك مش كفايه. ده معناه ان حضرتك محتاج تعلي التسويق بتاعك قوي وتوفر مصادر كتيره قوي. طيب انت عندك لجنه تخطيط، هي لجنه التخطيط دي مستمره ولا ماشيه؟ طب لو مستمره يبقى من دورها انها تجيب لك مصادر وتجيب لك موارد ماديه. طيب لو لجنه التخطيط دي مش هتبقى موجوده وماشيه، يبقى حضرتك تشوف لي كده مين هتجيبه يدير ملف الموارد الماليه من خارج المجلس. دي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان كل الملفات
اللي هتنقذ نادي الزمالك الفتره الجايه ما ينفعش يمسكها اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، لان هم ما نجحوش. انا عندي 12 عضو، رئيس مجلس اداره، نائب، امين الصندوق، 6 اعضاء فوق السن، 3 اعضاء تحت السن. احنا دايما اللي تحت السن ما بنلومش عليهم، لان اللي تحت السن بيتعلموا من اللي فوق السن. طيب حضرتك ملف التسويق كان مع الاستاذ هاني شكري، صفر، مفيش تسويق. حتى الشركه اللي هي كانت ذات، اللي هي كانت مع فريق القدم، انهوا التعاقد معاها بشكل ودي. انا تعاقدت فين ونهيت فين؟ فين اعلانات نادي الزمالك؟ فين الاعلانات اللي بتتحط داخل النادي؟ فين الاعلانات اللي بتتحط داخل ملعب نادي الزمالك؟ فين الاعلانات التسويقيه اللي بتكون موجوده داخل نادي الزمالك؟ فين الاعلانات اللي ممكن تتحط على شاشات النادي؟ عايزه اقول لكم حاجه، المجلس السابق ليه مميزات وليه عيوب، له ما له وعليه ما عليه. عيوبه انا ضدها، مميزاته كان من ضمن المميزات احنا عندنا نادي الزمالك اكتر نادي فيه شاشات عرض تقريبا في مصر. رشوة التصحيح اقدمها المجلس نيابه عن الجماهير مش هتتقبل. كان ملف الاعلام اتقبل. انا كنت عامله خطه لتطوير الاعلام الزملكاوي، اترفضت. مش اترفضت كفكره، هو انت مش مسموح ليك ان كوادر الزمالك تطلع. بس احنا عندنا امل ان بعد مرور 1.5 سنة على المجلس والنتيجه اللي هم وصلوا ليها، لو عايزين يتكاتفوا معانا ككوادر الزمالك في ايدهم. لكن ان انا اقدم لهم دي نيابه عن الجماهير، لا يا جماعه. بصوا، في حاجات ورا الكواليس ما بينفعش ان احنا نقولها، يعني خلونا ساكتين. يبقى خلونا نتكلم في اول نقطه، قلنا توفير الموارد الماليه من خلال مين اللي كان ماسك التسويق؟ كان ماسكه استاذ هاني شكري. طب هو ما نجحش في الملف ده، فحضرتك بعد اذنك تركن لنا كده على جنب خلاص. ليه بقى؟ هو دايما مده المجلس بيكون 4 سنين. اول سنه المفروض بقى نكون يعني عندنا قمه الحماس وقمه الشغل وقمه تنفيذ بقى الوعود الانتخابيه، وان انا اعمل واعمل واعمل واعمل. ممكن يبقى عندي نسبه اخفاق ونسبه نجاح، بس في نسبه وتناسب. لكن ان انا يبقى عندي نسبه الاخفاق اقل من النجاح، طيب اجي ادخل في السنه اللي بعدها الاخفاق يزيد، تمام. اعمل حضرتك خطه الاول لفتح الاهلاويه اللي في النادي. والله هتكلم على الملف ده، ما تقلقش. انا دلوقتي بتكلم على ملف الموارد. انا همسك ملف والاخفاق اللي فيه. خدوا بالكم ملف القناه برضو تبع بس هاني شكري ونيره لحم. فانا اتكلمت الاول على حته التسويق، لان ده الملف بتاع هاني شكري. فالملف ده حضرتك يعني مع احترامنا الكامل ليه، حضرتك اخفقت فيه. استاذ سامح، حضرتك مش موجوده في النادي ليه؟ انا كنت مرشحه في الانتخابات ضد القايمه، بس الجمعيه العموميه يعني حبوا ياخدوا القايمه متكامله، فما ادوش فرصه للمرشحين المستقلين ان هم ممكن يشوفوا شغلهم عامل ازاي. بس انا ما بزعلش على كرسي، انا طول ما انا وسط الجمعيه العموميه وسط الجمهور فما يهمنيش، انا موجوده وسطيهم ويعني لسان حالهم زي ما بيقولوا، وصوت حر للزمالك. والقادم احسن طبعا ان شاء الله، لان دلوقتي الجمعيه العموميه شافت مين اللي يلتزم ومين اللي ما التزمش. يبقى ملف كده التسويق، استاذ هاني شكري شكرا، بنشكر حضرتك. حضرتك عضو مجلس اداره على راسنا من فوق لحد ما الفتره بتاعت حضرتك تنتهي، اللي هي يعني على شهر 10 الجاي يبقى فاضل لكم سنتين. حضرتك معزز كده مكرم موجود داخل المجلس،
بس مالكش دعوه بقى بالتسويق. هاتولنا حد فاهم دارس يعرف يمسك ملف التسويق ويديره. حد يجي كده بمقابل مادي ياخد فلوس ويدخل فلوس للناس. ده بالنسبه لحته الفلوس. طيب تاني ملف هنتكلم فيه ملف القناه. ليه القناه؟ لان برضو ملف القناه داخل تحت رعايه هاني شكري ومعاه نيره الاحمر. ده ملف القناه بتاعهم. طب ايه اللي عملوه؟ اللي عملوه اللي زي ما انتم شفتوا ان بقت قناه الزمالك دلوقتي كمان في توقيتات بتتقفل فيها. ان شاء الله يا استاذ احمد، ده اكيد طبعا ما فيهاش كلام. احنا لازم نحمي نادينا باي طريقه. ف بقى في مشاكل ما بينهم وما بين القناه. اولا القناه ما عليهاش مشاهده، القناه ما فيهاش اعلانات، القناه فاشله. طب ليه القناه فاشله؟ انتوا متخيلين يعني ايه قناه رياضيه؟ يعني ايه قناه رياضيه؟ ده الناس بره اللي معاهم برامج رياضيه ملهاش اي لازمه بيكسبوا ذهب. قناه الزمالك دي انا كنت عامله لها ملف تطوير ليها ببرامج جديده. يعني بصوا، ده احنا لو قعدنا كده عملنا حتى مناظره واتكلمنا فيها. خلونا نبقى نعمل مره كده لايف بس عن القناه، او احنا ممكن نستغل القناه ان احنا نجيب منها فلوس ازاي، والرعايات تجي لك ازاي. حضرتك اسم الزمالك ده اسم كبير جدا، انت تقعد تحط رجل على رجل والرعايات تيجي لحد عندك. يا جماعه ده كان في ناس يقول لك ده اللي بيمشي بس جنب سور نادي الزمالك بيتشهر، فما بالكم رعايات داخل نادي الزمالك. انا دلوقتي تصريحات مجلس الاداره ليه ما بشوفهاش على قناه الزمالك تعمل مشاهدات؟ بدل ما انا بطلع تصريحاتي لابراهيم فايق ولعمرو اديب ولابراهيم عبد الجواد. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده يا جماعه؟ ليه انا ما اطلعش يبقى تصريحات مجلس الاداره رقم 1 على القناه فاخد مشاهده؟ ليه لاعبين الفريق ما بيطلعوش على القناه فاخد مشاهده؟ ليه ما باخدش ان القناه دي هي لسان حال كل الزملكاويه؟ ده المنبر بتاعها، نطلع ندافع عن الزمالك. اي حد يغلط فينا نطلع نرد عليه. هو احنا ليه ما عندناش حارس الزمالك؟ ليه؟ وانا قبل كده قلت هل الاعلام الزملكاوي بحاجه الى حارس على غرار حارس الاهلي؟ ليه يا قناه الزمالك ما عندكيش حارس الزمالك؟ لو ما عندكوش احنا موجودين، احنا موجودين، احنا ستات بس ب100 راجل. انا بطلع ارد على شوبير، بطلع ارد على ابراهيم فايق، وبطلع ارد على عادل القيعي. بنعرف نطلع نرد كويس واحنا ستات بنعرف نرد، بس ما هو مش اي ست. وبالنسبه بقى لشويه الناس اللي بيطلعوهم على القناه اللي الكراسي واسعه عليهم، مش هقول لكم البدله واسعه عليهم، الكرسي واسع عليهم. عيب، عيب اللي بتعملوه في قناه الزمالك. قناه الزمالك ما تستحقش كده. بس الغلط مش غلطه المتحده، غلطه اللي مسؤول عن ملف الاعلام الزملكاوي داخل مجلس اداره نادي الزمالك. حضرتك الملف ده صفر برضه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ملف التسويق اللي مع استاذ هاني شكري، تمام، صفر. طيب تاني ملف القناه والاعلام اللي ماسكه الاستاذ هاني شكري ونيره الاحمر، صفر. ادي كده اول ملفين يجيبوا لك فلوس فشلت فيهم. انا لسه ما دخلتش على الكوره، احنا لسه بنقول كده ايه، بسم الله. ملف تسويق وقناه يجيبوا لك ذهب، يجيبوا لك ذهب. لا انا بعد كده هعمل حرسه الزمالك بقى. ما احنا بيشتمونا، بيقولوا لي يا بوابه الاهلاويه من كتر ما انا ظبطهم في دماغهم بيدخلوا يقولوا لي يا بوابه ويا بليله.
بعد كده اقول لهم انا حارسه الزمالك، هيقول لك بوابه. همي بكي وهمي يضحك. يبقى احنا كده اول ملفين يجيبوا لنا فلوس صفر. يبقى حضراتكم كده هينضم للاستاذ هاني شكري، استاذه نيره الاحمر، حضراتكم في الملف ده صفر اخفقته. فبعد اذن حضرتك كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، انت اللي في ايدك زمام الامور. حضرتك العضوين دول يفضلوا قاعدين مكانهم، لان هم طبعا بصفتهم اعضاء منتخبين من الجمعيه العموميه، فحضراتكم مكملين معانا المجلس وليكم مننا كل الاحترام والتقدير. لكن الملفين دول حضرتك هتجيب لي حد يمسك ملف التسويق، حضرتك هتجيب لي حد يمسك قناه الزمالك، حد اعلامي فاهم، وما تقوليش صحفي. موضوع الصحفيين دول احنا تعبنا منهم قوي. موضوع الصحفيين دول عشان يجوا يمسكوا قنوات ده فشل. احنا عندنا في التلفزيون المصري اللي بيمسك قنوات مخرجين. لو انتوا لا تعلموا ذلك انا افهمه لكم. انا مش سيدة اعمال، انتوا رجال اعمال تفهموا في ادارة الاعمال. اوكي، انا واحدة اعلامية، بس اعلامية شاملة. يعني ايه اعلامية شاملة؟ يعني تعرف تشتغل اعداد، تعرف تشتغل تقديم، تعرف تشتغل اخراج، تعرف تشتغل تسويق، تعرف تشتغل السوشيال ميديا، من الاخر تعرف تدير قناه بخبرتها. فبالتالي اللي يمسك قناه عند حضرتك ما تجيبليش صحفي. موضوع الصحفيين دول احنا خلاص قتل بحثا. الصحفي حضرتك مسؤول عن موقع، تجيب لي صحفي يمسك لك الموقع، الاخبار. ده دور الصحفي، دور الصحفي. لكن القناه لازم يكون مخرج. ليه مخرج حضرتك؟ علشان يعرف يختار البرامج اللي هتطلع عندك، عشان يعرف يختار الناس العاملين اللي هيشتغلوا داخل القناه بتاعتك. حضرتك داخل القناه عندك اهلاويه، نص القناه عندك اهلاويه، اكتر من كده اللي بيدلك القناه اهلاويه. انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ عايزينها تنجح ازاي؟ لا، انا كنت هعمل فلتره لكل ده، كل ده فلتره. فبالتالي اللي يدير قناه يكون مخرج، ومخرج زملكاوي ليه انتماء زملكاوي من داخل الكيان، وكل اللي يشتغل في القناه يكونوا زملكاويه. امال احنا هنسيب الزملكاويه يروحوا فين؟ معلش يعني، مع احترامي ليكم، هو انت حضرتك المفروض كل الاعلام الاهلاوي في كل القنوات الرياضيه دي مش مكفيكم؟ لما كمان تبقى قناه الزمالك بيشتغل فيها اهلاويه والزملكاويه نرميهم في الشارع يعني، ولا ايه؟ دي كلمه الحق اللي انا بقولها. يبقى ادي كده اول ملفين يجيبوا لك فلوس في ميتو. طيب، العاب الصالات اللي الكل قاعد مستني يسمع فيها ايه؟ العاب الصالات والمهزله اللي حصلت النهارده في السله. احنا كرة الصالات والعاب الصالات بقت عندنا صفر. كابتن هشام نصر طبعا مع احترامي ليه، هو نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. يا كابتن هشام، حضرتك لما عملت مداخله مع عمرو اديب، وجاء عمرو اديب سالك وقال لك ملف العاب الصالات في نادي الزمالك واقع ليه؟ انا السؤال لحد دلوقتي بيرن في وداني. ما انا مش دوري ان انا بطلع اتكلم معاكم لايفات وخلاص، ولا ان انا كنت مرشح مجلس اداره وخلاص، ولا انا كان عندي ملف الاعلام الزمالكاوي وخلاص. لا، انا بحلل كل كلمه وكل حرف بيتقال في الاعلام الاهلاوي، او على السوشيال ميديا الاهلاويه، او السوشيال ميديا الزملكاويه، او كل مداخلات وكل تصريحات مجلس اداره نادي الزمالك على القنوات انا بسمعها وبحللها. عمرو اديب قال للكابتن هشام نصر بالنص كده ملف الصلاة انهار. رد كابتن هشام نصر زي يعني ما انا كلمة مش قادرة انساها من يوم، قال له
انا نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في كل الالعاب وفي كل الملفات. تمام. طب كابتن هشام، انا اعتبر الكلام اللي انت قلته تحاسب عليه، تحاسب عليه بما ان انت نائب الرئيس في كل الملفات. طب حضرتك كل الملفات عندك فشلت، يبقى انت حضرتك برضو هنجيب حد مكانك يقوم بدور نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك؟ ولا حضرتك موجود مكانه اسما وألعاب الصالات بتنهار، اللي حضرتك يعني أكتر حد عندك دراية وخبرة بألعاب الصالات؟ تمام. يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه إن حضرتك كده اعترفت إن أنت الملفات اللي أنت مسؤول عنها برضو صفر. يبقى احنا تالت حاجة كرة الصالات صفر. طيب ركزوا برضو معايا عشان لو في حاجة وقعت مني. كرة الصالات صفر. طيب هينفع نسيب بقى كرة الصالات كده صفر وخلص الموضوع؟ لا، يبقى احنا هنجيب حد برضو من بره النادي ومن بره مجلس الإدارة يدير الملف ده. من الآخر النشاط الرياضي، احنا عايزين حد يجي يمسك النشاط الرياضي، النشاط الرياضي بشكل متكامل. تمام. طيب نيجي بقى طبعا لملف فريق كرة القدم اللي هو أساساً سر نجاح أي مجلس إدارة، اللي الناس بتنتخبه أولاً وأخيراً علشان الفريق. يحاسب عليها طبعاً أولاً وأخيراً كابتن حسين لبيب. ليه بقى؟ عشان الناس اللي هيقولوا لي كابتن أحمد سليمان، هقول لكم كابتن أحمد سليمان مسك ملف الكرة وبعد كده اتشال منه، خلاص هو اتشال منه، وكابتن حسين لبيب قال ملف كرة القدم معايا أنا بس. وبعد ما مسك الملف هوب حصلت مشكلة زيزو اللي كانت قنبلة موقوتة. هوب جابوا لجنة الإنقاذ، وأنا بسميها لجنة الإنقاذ وليست لجنة التخطيط. قلت الكلام ده في برنامجي على الهواء، لجنة الإنقاذ. وهوب لجنة الإنقاذ جه ميدو انكشف وبان. ميدو كان كل الناس حطاه في حتة عالية قوي، وبعد كده انكشف ليهم ميدو بعد ما طلع تصريحاته مع ابراهيم عبد الجواد وغلط في الزمالك جامد قوي 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 قوي، وتاني يوم اعتذر على اللي هو قاله. طيب حضرتك كابتن ميدو ده معناه انك ما كنتش في وعيك، ما ينفعش الكلام اللي انت قلته على نادي الزمالك، انت شركت نادي الزمالك. طب حضرتك انت محطوط عشان تساعد وتدعم، يعني احنا لما بنقول على الاخطاء بنقول على الاخطاء عشان احنا عايزين نصححها ونشارك في تصحيحها. لكن حضرتك طلعت يعني حسستنا ان نادي الزمالك ده ولا حاجه، وان انت داخل حامل حمى، حامل حمى. طيب يعني ما ينفعش طبعا الكلام ده، كان غير لائق، والمفروض اي مسؤول يطلع يقول اي كلمه عن نادي الزمالك يكون عارف هو بيقول ايه. فبالتالي كده ملف كرة القدم احنا خسرنا فيه برضو كل حاجة. احنا فاضل لسه الكاس، يعني نتمنى عشان ما نبقاش يعني الموسم ده كده، الموسم ده يعني نقفله حلو ومره، هو مش فاضل فيه بس الا الكاس. نتمنى طبعا ان لو الرجاله لعبوا ياخدوا، لكن خلاص ما بقاش عندنا بذرة امل، او يعني في الموسم ده خلاص بالنسبه لنا كده موسم بينتهي. فالملف ده كمان برضو بقى كده. يبقى حضرتك برضو كده كابتن حسين لبيب محتاج برضو تشوف حد يجي يمسك بقى شركة كورة، ناس مسؤولين بقى عن السكاوتنج، كل دول بقى هم اللي ايه
اللي يجوا يديروا النادي. يعني في النهاية رسالتي لمجلس إدارة نادي الزمالك إن حضراتكم كلكم كأعضاء مجلس إدارة كل الملفات اللي انتم مسكتوها كانت النتيجة في أقل من سنتين نتيجة صفرية. فنستأذنكم إن كل الملفات دي اللي انتم معرفتوش تديروها هجيبوا حد غيركم من خارج المجلس يديرها بمقابل مادي عشان يقدروا يشتغلوا. طيب في ملف بقى يخص الجمعية العمومية، يخص نادي الزمالك فرع 100 عقبة. احنا ناقصنا حاجات، احنا في حاجات محتاجين نطورها. يعني لازم نطور، مش ان احنا خلاص طالما بنجهز لفرع 6 اكتوبر فنهمل فرع 100 عقبة. لا حضرتك، فرع 100 عقبة ما ينفعش ان احنا نهمله. واحنا الحاجة الحلوة بنقول عليها حلوة والوحشة بنقول عليها وحشة. حتى الحلو لما بنقول عليه حلو احنا بنتهاجم من بره من الاهلاويه. فدي كانت رسالتي، واعتقد ان انا كده النهارده اتكلمت معاكم في كل النقاط المهمه اللي كانت موجوده على الساحه الرياضيه بمنتهى الصدق وبمنتهى الامانه. واي حاجه بحب اوصلها بشكل سريع بنعملها في مقاطع ريلزات وبنزلها عندي على البيج بتاعتي. فطبعا يعني كل اخبار الزمالك هتلاقوها موجوده ابديت، وكل اخبار الرياضه المصريه هتلاقوها موجوده عندي على صفحتي بشكل يومي. تابعوا معايا على البيج، وانا بمنتهى الصدق والامانه انا عندي رساله باديها تجاه نادي الزمالك من غير ما اكون قاعده على كرسي ومن غير ما يكون ليا منصب داخل نادي الزمالك، لكن دي رسالتي تجاه الجمهور وتجاه الجمعيه العموميه. واتمنى طبعا لو اللايف عجبكم وكان فعلا في كتير من الجمهور بيبعتوا لي بيقولوا لي انت كلامك فعلا يعني بيهدينا، لان احنا بنحس ان حد حاسس بينا وحاسس بمشاكلنا وحاسس باللي بيحصل فينا. يعني احنا كلنا موجودين اسباب للدفاع عن الكيان الزملكاوي، طالما ان الاعلام الزملكاوي مش موجود عشان يدافع. تصفية الحسابات والشلالية صح، غير جماهيره فقط الجمعية العمومية بينتخبوا اللي يطلعهم مصيف ويرخص اسعار الوجبات وبس لنا الله. لا والله، بص يا احمد، عايزه اقول لك حاجه. الجمعيه العموميه برضو متضايقين من وضع فريق القدم، بس خلونا نقول يعني كلمه واضحه وصريحه ان نص اعضاء الجمعيه العموميه للاسف اهلاويه، فبالتالي مش عايزين النادي يتطور، لا عايزين النادي يفضل حاله كده للاسف. للأسف معلش طبعا طولت عليكم لايف النهاردة، بس الأحداث كانت كتيرة كنت محتاجة أطلع أتكلم معاكم فيها وأوضحها لكم عشان كل يوم أحداث كتيرة قوي 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 قوي. والزمالك أنا مش عارفة الزمالك هيروح لفين. إحنا بقينا مش ملاحقين، يعني إحنا مش ملاحقين نغطي إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. إيه كل الأحداث اللي بتحصل وبتتم دي بقت كتيرة قوي علينا. بس عموما طبعا بنتمنى صلاح الحال وصلاح الأحوال، وأتمنى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يتعاون مع جمهوره ويتعاون مع الكوادر الزملكاوية علشان هو نجاح الكل هو واحد. يعني نجاح الكل وتكاتف الكل في النهاية هيصب على نادي الزمالك. لكن طول ما في مشاكل، طول ما مجلس الإدارة هيبقى في الصدارة. أشكرك يا هام، أشكرك يا حبيبتي، وبشكر كل المتابعين اللي تابعونا النهاردة لايف، جمهور الزملكاوي، أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك، كل الزملكاوية الموجودين في الدول الأوروبية وفي الدول العربية اللي تابعوني النهاردة، واللي دايما بيكونوا شايفين إن شيرين الفقي
يعني بيشوفوا الزمالك من خلال صوتها ومن خلال رسالتها. اعتقد ان انا ممكن اكون وفيت معاكم النهارده جزء كبير، والباقي من خلال الصفحة بتاعتي. تابعوني، وان شاء الله اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.